سلام حباباتي وخياتي، اهنين بكم جميعا. حبيت نشارك معكم الوصفة نتاع الكراتان، وهي في الاصل وصفة تونسية مقلدة. توانسة عندهم طاجين الجبن، وحنا عندنا كراتان. هنا عندي بصلة مقطعة رقيق بالشكل هذا، راح نضيف عليها طرف دجاج، انتي ضيفي واش بغيتي. وراح نضيف مغرفة تاع زيت، وعندي زيتون مقطع بالشكل هذا، وعندي دبشة. عندك معدنوس ضيفي معدنوس، ما عندكش ديري دبشة عادي. راح نقلل كلش، وراح نضيف الملح وشوية راس الحانوت. انا ما عنديش راس الحانوت، ندير تابلو كروية. وراح نضيف شوية ملح، ما نكثرش. فلفل اسود، شوية راس الحانوت ولا تابلو كروية، والملح فقط. نقلل كلش ونمرق بالماء. ما راح نضيف لا حماري لا طماطيش، ما والو. واضح؟ بعد ما قلينا الدجاج نتاعنا ومرقناه بالماء، مرقيه جيست ما يطيب 2 كيسان ماء بزايد. نخلو لاصوص والدجاج يطيبوا، ودركا عندنا البطاطا راح نقطعوها بالشكل هذا ونقليوها ونرجعو. بعد ما قلينا البطاطا وفتتنا الدجاج ونحينا من لاصوص وفتتناه بالطريقه هذه، دركا نرجعو لاصوص اللي راح ترافق الكراتان، اللي هي بيض حوالي 6 بيضات او 7. انت ما تتقيديش بعدد البيضات، حسب حجم البطاطا والدجاج اللي عندك. عندنا كمية تاع دبشة ولا معدنوس، من الأحسن تكون دبشة. وعندنا شوية كمية تاع حليب، قدر 4 كاس تاع حليب. راح نضيفو رشة تاع فلفل الكحل والملح حسب الذوق. شوفي إلى ناقص الملح ضيفي. وعندنا كمية تاع معتبرة تاع الجبن. بعد ما ضفت كمية الجبن اللي عندي، راح نخلط كلش مع بعضاه، وراح نضيفه على الخليط هذا. واللاصوص اللي كنتي طيبتي فيه الزيتون، تحبي تخلي كمية منه بعد تحطي فيها الكراتان تاعك، تحبي تضيفيه كامل على البيض باه ما يجيش ناشف. نضيفوا الخليط هذا نتاعنا على البطاطا والدجاج، نخلط كل شيء مع بعضاه وندخلوهم للفرن يطيب من تحت، ومن بعد تشعلونه من الفوق يجي تحمير خفيف. من الاحسن انك ما تطيبيشه بزاف باه ما ينشفش. شوفوا بعد ما نخرجوه من الفرن. ونسيت عفوا مغرفة تاع خميرة الحلويات باه يجي الكراتان تاعك خفيف. ايوا عاد المغرفة صغيرة تاع خميرة الحلويات. اذا ها هو الشكل تاع الكراتان تاعنا بعد ما خرجناه. انتي سيدتي خليه يبرد ومن بعد قطعيه.
اذا ها هو الشكل الكرونطان تاعنا. سلام.